السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله كده دايما تكونوا معانا بخير وبسلام. انا احب اشكر في اول كده الفيديو وكل حبايبي اللي شرفوني بالاشتراك في القناة ونوروا لي القناة. وبشكركم برضو على تعليقاتكم الجميلة اللي دايما كده عطينا فيها طاقة ايجابية كده وكلامكم الجميل. النهاردة كده ان شاء الله عايزة اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعائلتنا تكبر بيكم وقناتنا كده تكبر بيكم وبدعمكم وتبقى احلى قناه كده ان شاء الله بيكم وبوجودكم فيها. ان شاء الله النهارده جاي لكم بوصفه جديده حلوه وهتبقى خفيفه عليكم، ونسمي الله كده ونبدا. النهارده ان شاء الله هنعمل طريقه عمل البيتزا. يلا نسمي الله كده ونقول المقادير بتاعتنا. اول حاجه حبايبي معانا هنا في البوله 3 كوبايات دقيق وعليهم رشه ملح، ومعانا هنا معلقه خميره، معلقه اكل كبيره خميره، ومعلقه سكر، ومعانا زبديه هناخد منها 3 معالق، ومعانا هنا ربع كوبايه زيت، ومعانا هنا ما يقارب الميه للعجن من كوبايه لكوبايه ونص على حسب نوع الدقيق بتاعك، بيمتص السوائل او يعني انت هتحطي الميه هتنزلي بيها واحده واحده وهتشوفي معاكي يعني العجينه هتحتاج اكتر من كوبايه وربع او لا. ويا ريت الميه تكون دافيه علشان طبعا الخميره تتفاعل ويعني ايه وتختمر معاكي بسرعه يعني. هنسمي الله كده ونبدا. اول حاجه هننزل الخميره والسكر، معلقه الخميره والسكر ماشي، وبعد كده هنبدا ناخد الزبادي، هناخده 3 معالق زبادي، معالق، وهنبدا كده اهو هنسمي الله كده، وهنبدا ان احنا ايه نحط كده الميه، تنزلي بالميه ايه واحده 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 بس، وتبداي ايه تعجني كده اهو، تلمي العجين كده بايديكي وتمزجي المكونات كلها في قلب بعض، وتبداي ايه واحده واحده بقى بالميه عشان على حسب نوع الدقيق. في دقيق بيمتص سوائل بيحتاج سوائل ياما، وفي دقيق لا. هتبداي كده زي ما قلتلك ميه فتره دافيه زي دمعه العين كده، تبقى وسط يعني، لا سخنه قوي ولا يعني ايه ولا مش سخنه قوي، وسط. وان شاء الله كده تبقى وصفه حلوه وجميله لولادك، وطبعا كلنا بنحبوا البيتزا وكل الاطفال بيحبوا البيتزا. وان شاء الله اللي عايز اي وصفه يكتب لي في التعليقات. على فكره يعني ايه اي حد عايز اي وصفه او اي حاجه يكتب لي ايه في التعليقات، عشان ان شاء الله نبقوا نعملوها معاكم الايام الجايه معانا هنا في القناه يعني. تبداي برضو تحطي الميه كده واحده واحده زي ما قلت لك، واحده واحده. واهم حاجه حبيبتي في البيتزا العجن. البيتزا بتحتاج لعجن، يعني كل ما هتبداي تعجني كده اكتر، تمزجي كده كل المكونات، هتحسي ان هي بتلزق كده في ايدك، لا يبقى ايه لسه. تبداي برضو تنزلي بشويه ميه، وتتاكدي ان كل الدقيق اللي معاكي امتزج كده ايه وبدا ايه يدخل في العجين بتاعك. بس هنبدا بقى كده ننزل بايه بالزيت برضو معانا واحده واحده كده، هيسهل ايه معانا العجن بس كده. وزي ما قلت لك انا هجيب لك كل الحاجه بتاعت بره لحد باب البيت، باسهل الوصفات واسهل المقادير ومش تاخد منك وقت. بصي حبيبتي كده لما حطينا الزيت بدات المكونات ايه، بدات العجينه ايه قوامها ايه يبان معايا وامتزجت وبقت ايه حلوه. هنزل كده ببقيه الزيت بتاعي اهو. وزي ما قلت لك في اول الفيديو البيتزا يعني عجن، كل ما تخدميها في العجن كل ما هتديكي عجينه طريه وحلوه وهتطلع كده تحفه. وعايزاكم بقى تكتبوا في التعليقات بقى جربتوها. وطبعا يا حبايبي عشان دلوقتي يا حبايبي احنا رجعنا معاكم تاني بعد ما العجينه اختمرت. العجينتنا خلاص اختمرت اهي.
هنبدا بقى دلوقتي هنقول لكم الحشوه بتاعه البيتزا بتاعتنا. معانا دلوقتي ميكس الجبن عباره عن جبنه شيدر وجبنه تركي، وهنا جبنه موتزاريلا. وطبعا انت براحتك، كل واحد حسب ذوقه وحسب رغبه افراد الاسره هم بيحبوا ايه، دي حاجه ترجع لك انت برضو، تحطي الميكس الجبن اللي يريحك. وهنا معانا حبيتين طماطم متقطعين قطع صغيره، عليهم حبيتين فلفل كوبي متقطع قطع صغيره، ومعاهم الزيتون المخلي. تمام. ومعانا هنا الكاتشب بتاعنا ده، دي اللي هتبقى الصلصه بتاعتنا بتاعت البيتزا. انا مش بحب اعمل البيتزا صلصه، ده بيبقى اعلى في التيست وبيدي طعم بره بالظبط، وبيسهل عليكي خطوه من الخطوات بتاعت البيتزا. دلوقتي حبايبي بقى يلا بينا كده نوريكم العجينه بقى وهي مختمره كده وجميله. هنسمي الله كده ونبدا. بصوا العجينه بتاعتنا، بصوا اختمرت ازاي. هنبدا بقى ايه، نطلع الهواء من العجين بتاعنا. بصي تبداي كده تطلعي الهواء من العجين بتاعك. بصوا العجينه معانا حلوه ازاي وطريه. ولازم عجينه البيتزا بيبقى فيها ايه، يعني تلزيقه بسيطه كده، تعرفي ان انت عجينتك ناجحه. التلزيقه اللي في العجينه كده معانا بتاكد لنا ان احنا العجينه بتاعتنا ناجحه. بصي حبيباتي العجينه بقت حلوه وتحفه ازاي معانا. ان شاء الله هتاكلوا احلى بيتزا وهتاكلوا ولادكم احلى بيتزا. وعايزه بقى كومنتات بقى كده حلوه، واكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم فيها، وعايزه بقى لايكات، وعايزه كده ايه تفاعل على الفيديو ده. لكم حبايبي بعد ما فردت العجينه في الصينيه بتاعتك تكون مدهونه شويه زيت صغيرين، تبقي دهنه الصينيه بتاعتك شويه زيت صغيرين. وبعد كده تبداي تفردي العجينه بتاعتك. الكميه اللي انا عملتها ال3 كوبايات عملوا لي صينيتين، دي صينيه كده اهو، وعامله لي صينيه وسط، يعني صينيه كبيره شويه وصينيه وسط، اللي هم ال3 كوبايات اللي انا ايه كانوا معانا المقادير في الوصفه. دلوقتي حبايبي بعد ما فردنا العجينه هنبدا بقى نحط الحشوه بتاعتنا. اول حاجه هنبدا بايه، هنحط ايه الكاتشب بتاعنا اللي هي ايه تعتبر الصلصه بتاعت البيتزا بتاعتنا. هنبدا نحطها كده، وهتبداي توزعي الكاتشب بتاعك اللي هي الصلصه المفروض بتاعت البيتزا بتاعتك، هتديكي نفس الطعم والتيست بتاع بره. وسهلت عليكي برده خطوه ايه انك تعملي صلصه مخصوص للبيتزا، يعني دي بتبقى احلى واسهل، تبقى نفس التيست بتاع بره بالظبط كانك جايباها لولادك من بره. انا زي ما وعدتك هخلي لك كل الحاجه اللي بره من اشهر المحلات جوه ولحد باب البيت، ومش هتعبك معايا. اسهل الوصفات واسهل المقادير، يعني وصفه بسيطه وسهله ومقاديرها خفيفه. اي حاجه عندك، اي حشوه انت حباها، ممكن تحشي اي حاجه غير الجبن. عايزه تحطي بسطرمه، عايزه تحطي تونه، عايزه تحطي لحمه مفرومه، اي حاجه، ما توقفيش نفسك على حاجه. وهتبداي كده زي ما وزعتي كده الكاتشب بتاعك. وبرده في خطوه برده حبايبي مهمه، اللي احنا ايه هنبدا ننغز الحشوه اللي هي العجين بتاعنا كده، علشان لو في اي هواء زياده في العجينه بتاعتك يخرج، يبقى الحجم بتاع البيتزا بتاعتك مناسب زي اللي بيجيبوه من بره بالظبط. تبداي كده تنغزي كده في ايه في العجين بتاعك لخروج اي هواء زياده. تمام. هنبدا بقى كده هننزل بايه بالجبن الحلوه بتاعتنا. تبداي كده توزعي الجبن بتاعتك، تحطي كده في كل حته عشان يبقى كله في حشوه تسيح كده معانا. وهنبدا ننزل بالزيتون على الطماطم على الفلفل الكوبي. تبداي كده توزعي. وهتبقي تحطي اخر حاجه اللي هي الجبنه الموتزاريلا، اللي هي هتديكي بقى المطه وهتديكي بقى ايه التاتش الاخير بقى بتاعك، اللي هي الجبنه ايه الموتزاريلا. طبعا يا حبايبي بقى قبل ما انت تبداي بقى خلاص انت عجينتك اختمرت وحضرتي الحشوه بتاعتك الجميله اللي انت هتحطيها على البيتزا بتاعتك، يكون فرنك شغال بتخش على درجه حراره عاليه، يكون الفرن سخن وتدخليها. بس خلي بالك ما بتاخدش سوا في الفرن قوي، يعني هي من 10 دقايق لربع ساعه بالكتير، تفضلي متابعه كده عشان هي ما بتاخدش سوا في الفرن كتير، عشان ما تنشفش منك. تخش على فرن سخن وما تاخدش وقت في الفرن كتير،
هم 10 دقايق وتبداي تبصي لها كده، وممكن بعد 10 دقايق ربع ساعه بالكتير لو انت فرنك هادي هتطلع معاكي البيتزا. دلوقتي يا حبايبي هدخل، انا طبعا مشغله الفرن من قبل ما ابدا معاكم الحشوه، هدخلها الفرن وبعد ما تطلع هنجيبها مع حضراتكم نقطعها. هنبدا بقى كده ندخلها على فرننا السخن الحلو ان شاء الله. كده اما اطلعها من الفرن نرجع لحضراتكم تاني. ودلوقتي يا حبايبي بقى هنبدا نطلع البيتزا بتاعتنا من الفرن. بصوا بقى الجمال، وبصوا السوا بتاعها عامل ازاي. دلوقتي يا حبايبي بقى هنقطعها وهنرجع لكم تاني. ودلوقتي يا حبايبي احنا قطعنا البيتزا بتاعتنا ورجعنا لكم كده بعد ما البيتزا اتقطعت. بصوا بقى البيتزا وسواها، بصوا البيتزا حلوه ازاي، زي بتاعت بره، وهتبقى احلى ان شاء الله من بتاعت بره. حاجه عاملاها في بيتك لاولادك بايديكي. بصي بقى جمالها وبصي سواها. على الله تكون وصفتي النهارده عجبتكم وخفيفه عليكم، ويا رب كده كلكم تجربوها وتعجبكم وتعجب ولادكم. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه بقى يشترك ويفعل زر الجرس عشان عيلتنا الصغيره تكبر بيكم. واتمنى كده بقى تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في الوصفه بتاعتنا دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.